السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ في عادة أوروبية جديدة في قناتكم كرة في الميزو. قبل ما ابدأ اسلم على عمرو بس اقول لكم ان ده عمرو شبه كل فيديو. بالظبط. طيب اهو اهو اشتغل يا باشا، اهو اشتغل. اتنين جونين مش جون. تمسك المايك بس يا باشا. جونين مش جون. حقك ماشي؟ حقك. يلا بقى نخش على الانترو. نرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني واهلا بكم بقى في القعده الاوروبيه. معنا اخونا عمرو طبعا غالي عن التعريف. عمرو مع شو الجماهير. استفتحنا الحمد لله الجوله ديت بتغيير جذري شفناه لتشيلسي من فرقه قدام كريستال بالاس 0-0. حي كريستال بالاس طبعا لفرقه شبه وست هام بعد ما خسرت 3-0 من ساندرلاند. كان شيء متوقع ان هي تخسر 5 واكتر كمان من 5 من غير بالمر كمان. ما دي مفاجاه بقى. المفاجاه ان بالمر كمان ما لعبش، يعني نص الملعب او اهم لاعب عندك ما لعبش وكسبت 5. اصلا واحد في الهجوم يعتبر. شفنا الناس بتجيب جوان. شالوبا جاب جون، انزو فرنانديز جاب جون على طريقه ارسنال. اما بقول لك يعني ايه كله بيجيب جون على طريقه ارسنال يا باشا، كله على طريقه ارسنال. وست هام الضعيف اللي شافه هو بيكمل على السوق بتاع السيزون اللي فات. السيزون اللي فات هو نجا من الهبوط في اخر جولات. بالظبط. السيزون دوت انا شايفه وست هام باي وست هام. مع انه كان يعني هو استون فيلا كان من احسن فرق في البري سيزون، يعني كان كسبوا تقريبا كل بطولات بري سيزون بس، وكان اداء كويس. بس القصه كلها بقى تخش في الجد بقى، ده اللي يختلف. وخسرت احسن لاعب فريقك بعد بوين قدوس، فاهم؟ ده اللي يخلي الدوري الانجليزي مختلف عن غيره. الدوري الانجليزي صعب تتوقع له اساسا مين كبير مين صغير مين ده هيبقى كويس مين ده هيبقى وحش. بقول لك يعني ده ما يميز الدوري الانجليزي ومخليه بالقوه والاستمراريه اللي عليها دوت بقاله مثلا بتاع 20 سنه. يعني 20 سنه الدوري الانجليزي زي ما هو ما تقدرش تتوقع له حد. استون فيلا برضو بما انك فتحت على موضوع استون فيلا لعب تتعادل الماتش اللي فات بتخسر من برينتفورد اللي انا شايفه من اضعف الفرق السنه دي. يعني برينتفورد بالنسبه لي القصه مش خساره او تعادل، انت ممكن تخسر وتعادل بس انت ادائك وحش جدا. انت مش عارف تهاجم حد. انت الكره ومش عارف. اوناي ايمري نازل بتكتيك غريب السنه دي، يعني هو كل سنه بينزل بجناحين وصانع العاب تحتيم ومهاجم اللي هو واتكنز لو عارفينه كده. السنه دي هو بينزل 4-4-2 والاربعه نص ملعب كلهم دفاعيين، كلهم نص ملعب. يعني هو مش ما بيعرفوش يجروا مثلا على الاطراف، مفيش ولا بيزنق في الاخر ولا ليفت ولا بيلعب باثنين مهاجمين واتكنز وتحتيه روجرز. دي مش ماشيه بجنيه طبعا. وكل ما يزنق في اخر ربع ساعه نزل مالين ونزل جناح تاني اللي هو جايبينه من نيس ده. فلا ده مش من تغيير غريب عمله وملبس الناس بالهبل يعني معاه. يعني استون فيلا صراحه انا شايفها رايحه بينا الحته. لو اوناي ايمري ما لحقش بقى هو مغير التكتيك بتاع فريق بطريقه غريبه ما يعرفش ليه يعني هو لو ما لحقش يظبط الدنيا ديت اللي هو كده هتحس ان هي هتكبر منه هتفرشح منه وفي الاخر او مش الدنيا مش تكتيكه في الاخر مش دنيته. بقول لك يعني استون فيلا صراحه انا كنت شايفها السيزون اللي فات في دوري الابطال كمان كانت عامله مستويات عاليه قوي. كانت الاول في دوري الابطال في المجموعات، اول المجموعه ده كان بالنسبه لي مفاجاه على كل العتاوله. استون فيلا ما اعرفش ايه اللي حصل لها. ما انت لو تاخد بالك بقى السنه اللي فاتت كانوا القوه اللي وصلوا بيها في دوري الابطال عشان مره واحده في الشتاء جابوا اسينسيو جابوا راشفورد جابوا جابوا 3 اجنحه. هو دي طريقه الراجل، هو بيعرف يبقى اجنحه. ما اعرفش هو ليه عايز يغير في الدنيا دي، انا ما اعرفش بس هنشوف يعني. ما اعرفش الصراحه. نيجي لقمه الجوله توتنهام السيتي. هي قمه الجوله ليفربول ونيوكاسل، بس احنا لما الحلقه دي تنزل هنبقى قاعدين بنتفرج عليه بالظبط. فانا قمه الجوله دلوقتي بالنسبه لنا توتنهام والسيتي. انهيار واضح للسيتي ولا هي عقده تاريخيه للسيتي؟ هي مش كده، هو عقده في تمام. هي عقده خاصه. هو توتنهام اي مدرب هيدرب توتنهام هيكسب السيتي في ملعبه خلاص. اذا كان مع مورينيو بقى بوستوجلو اصل دي فرخه بنت كلب تقعد تكسب السيتي ما عدا الماتش اللي كنت محتاج تكسب السيتي تتعادل فيه مع السيتي خسرت لي من السيتي. ده فرخه مقصوده بس لا. توماس فرانك لعب ماتش اللي هو بيلعب بطريقه باشا. انا هضغطك في نص ملعبك وهلعبك هضغط عليك
هو التاني الاخ جوارديولا مره واحده غير طريقه لعبه، بقى بيلعب اوف سايد تراب، بيقدم كل المدافعين قدام. لسه مش ما عندوش واحد شبه قدوس الصراحه. الاوف سايد تراب فشل ما اعرفش، محدش يعرف يعمل حاجه معاه. الولد بيكون مؤخر وما شاء الله، يعني ما شاء الله يخش ينطح نفاسه، بيروح يجيب الكره نفسه. لا الصراحه قدوس الصراحه عصب الماتش دوت اكيد ان قدوس الصراحه صفقة. ممكن يروح لفرقه اعلى كمان من توتنهام. يعني ممكن سنتين ثلاثه كده تلاقي قدوس دوت في فرقه اعلى مثلا. مستريح عادي بقول لك يعني دوت تلاقيه مثلا، ممكن تلاقيه وصل للريال، ممكن تلاقيه يبقى خليفه صلاح في ليفربول، ممكن يتكلموا عليه. تلاقيه مثلا في فرقه زي السيتي ذات نفسها، او يبقى نجم الفريق مستقبلا بقى عموما يعني، فاهم. الصراحه راجل ربنا يحميه من الاصابات. الصراحه راجل عالي قوي، عالي قوي. ريتشاردسون حاسه لا نفسه مع توماس فرانك، لا نفسه انا حاسس ان ريتشاردسون يعني ساعات تتفرج على ريتشاردسون تحسه ايه، هو المهاجم اللي عنده المهاره بس كسلان مش قادر يطلعها. انا حاسس ان توماس فرانك مطلع فيه كل حاجه، عارف يستغل صح، عارف يطلع منه الموهبه. هو اصلا كان في اخبار ان هو المفروض ريتشاردسون اصلا بيدوروا على عقد يمشوه يعني لاي نادي تاني، بس هو تمسك بيه، قال له قال لك انت المهاجم الاساسي هو مش بيعمل حاجه هو بيحب المهاجم الفراك اللي بيضغط على بينزل على المدافعين، يفضل فراك وراهم، عنده مهاره. يعني ريتشاردسون مش مجرد مهاجم 9، لا هو مهاجم عنده كوره. أيوة. تحسه ان هو عنده كوره فعلا، بس القصه في اصاباته بس يعني. دي مشكله بقى، ان هو اصاباته كتيره، ولو مزاجه مثلا حصل حاجه بقى مع البرازيل مع حاجه ممكن تلاقيه بالظبط كسل بقى. السيتي، صفقات السيتي، ترافورد شفناه بيغلط غلطه. هو بين هو ما بيعرفش يلعب برجله، يعني هو شكله كده لسه مش متعود على موضوع اللعب برجله ده لسه. رايندرز وشيركي ما بانوش، مرموش الكور الكتيره اللي ضيعها. شفنا فودن ورودلي نزلوا من على الدكه ما عرفوش الجديد. دوكو دوت والله زي ما قلت لك امبارح، دوكو دوت لو انا قاعد وعندي تبديله والتبديله ديت يعني بص خلاص انا واقف عليها هخسر لما بدلتهاش، والله ما هنزل دوكو، والله ما هنزله، ما فيش قدامي غيره. هو مش لاقي على السيتي، هو مش بتاع السيتي يعني. اخر شايف ازاي السيتي اللي جوارديولا مش فاهم هو عايز يعمل دلوقتي اصلا. ما بقول يعني شايف السيتي راح على فين بقى بعد ما شفنا اول اصطدام حقيقي حصل فيه كده. هدي كابوه وهتعدي ولا هو الواحد مش فاهم جوارديولا عايز ايه بالظبط. هو جاب كذا صفقه يعني، هو جاب شركي، هو عنده فودن، عنده دوكو، وعنده مرموش، وجاب رايندز. بس رايندز ده اصلا ما بيلعبش مكان رودري من الاخر كده. هو رايندز ده بيلعب مكان ايه؟ بيلعب مثلا 8 زي جوندوجان كده، كان بوكس بوكس. ايوه صح، يلعب جنب رودري. ماتش وولفز مثلا تقول لك ليه؟ عشان كان هو اللي بيلعب بيطلع لقدام كتير. الماتش ده لا، حط شركي هو اللي تحت شركي. ايوه تحت رايندز تحت جنب نيكو جونزاليس. نيكو جونزاليس ده على الله خالص، ما يجيبش اصلا ربع جونزاليس وريكو لويز واوسكار بوب ودوكو، وعندهم ناس كتير قوي محتاجه تمشي، مش لعيبه السيتي خالص يعني. بس هو انت مش عارف بقى هل التكتيك بقى اللي ماشي بيه مش ظابط الدنيا. لسه بدايه السيزون، بس المبشر يعني هو نفس الاداء بتاع السيزون اللي فات يعني. مفيش تغيير، ما شفتش اي حاجه جديده حصلت يعني. زي ما قلنا احنا ماتش وولفرهامبتون مش تقييم، وهو جوارديولا كان عارف ان دوت مش تقييم. اول صدام حقيقي شفناه خسر يعني ب2. انا شايف ان توتنهام كان ممكن كان ممكن تجيب ثالث عادي ورابع مفيش حاجه. ولو ترافورد كان اتطرد وهو يستحق الطرد ويستحق ضربة جزاء على كرة بيدرو بورو اللي هي ضربة جزاء برضو. قدوس ليه فاول خطير طرد ترافورد. فانا شايف انه يعني برضو ايه الحكم تاخد عن شوية حاجات للسيتي يعني كان ممكن السيتي الماتش دوت يطلع بيهم بشكل شكلهم 4-0 ما بقول لك يعني كان ممكن برضو نلاقيها بتتكرر 4 تاني. بس الحكم ايه تاخد عن شوية حاجات. هم عمي بقى حاجة تانية ممكن تبقى عمي فعلا. نيجي بقى للحته المدفع الكورنر مش المدفع باشا مش مهم. انا بالنسبه لي مش مهم. انا بالنسبه لي انا بجيب الجون بقى جاي من كورنر جاي من ضربه جزاء. انا بالنسبه لي بس جيوكيرس راح على الجناح اخد الكوره رقص الولا في الثاني يجيب بالجون ده. لو مارتينيلي ليه الصباح الفل كان مارتينيلي ما عداش من الاول. انت مارتينيلي باش خلاص انت جالك ايزي باش انت جالك ايزي. انسى مارتينيلي خلاص انسى كده. الحمد لله ويلكم تو يور هوم ايزي ويلكم تو يور هوم. جيوكيرس صح بعد ما شفت الشوط الاول واتشتم مني شتيمه الشوط الاول على الكوره ضيعها لانك انت الكوره رجعلك غلطه. اقرب مهاجم بالنسبه اقرب مدافع ولا ايه بالنسبه لك بعيد عنك كان ممكن تستلم كان ممكن تحطها يستعجل فيها. كان عايز يثبت نفسه قدام الجماهير في الاميريتس. كان محتاج زق. بقول لك يعني هو كان عايز يعني حسيت ان هو هيستعجل بقى مستعجل بقى وعايز يثبت نفسه بسرعه. نزل الشوط الثاني لا
لا لمسته بانت راح حط الولا دورمان فاكر لما قلت لك في البري سيزون الولا الصغير دوت ايوه صح ده عمر يلعب يعني بقول لك اتفرجت عليه في البري سيزون قلت لك الولا دوت مش طبيعي الولا دوت 15 سنه شفت هو اشول كمان اسباني تقريبا اسباني ولا دوت مستقبل الصراحه هو اكتشفنا ان اكاديميه ارسنال حلوه يعني اكاديميه ارسنال كويسه قوي يعني الصراحه قوي ايزي طبعا اكاديميه ارسنال بس ايوه ما اكاديميه ارسنال ايزي طبعا اكاديميه ارسنال بتاعته وهو صغير هم بيبنوا معاه انتشرت اليومين دول فانا شايف ان الارسنال لعبت لاعب برضه مش هقول لك ان ليدز برضه تقييم يعني عشان قدام اليونايتد احنا ظهرنا بشكل وحش بس يعني احسن من بص هو ارسنال شغال اللي هو مش هيديك الواحد من 10 هو هيديك 5 من 10 8 من 10 فاهم هو مش هيديك مش ماتش وحش هو لو هو وحش هيعرف يقفل ويلعب على لعبته اللي هي الكورنر ولو بالطريقه دي فضل ماشي على الطريقه دي يعني هيقدر يكسب الدوري الصراحه يعني بس هو لو عكس بقى الفرقه الثانيه بقى الفرقه الثانيه عرفت تجري انت مفيش غير ليفر كان ممكن يجري في السنه دي عارف اللي مطمني ايه والله انه رايح في مستواه رايا برضه رايا الصراحه شالت الكوره ولا 2 قدام ليدز والكوره ولا 2 ولا 3 كمان قدام اليونايتد فانا شايف ان رايا في مستواه جابر وسليم انا شايفهم مركزين برضه حلو تيمبر وكلافيوري عاجبني قوي الصراحه كلافيوري غريب موضوع كلافيوري ده اصلا بقول لك يعني الصراحه عاجبني قوي مفاجاه انا قلت كلافيوري دوت مش هيبقى كلافيوري رجع بيلعب كويس واثق الناحيه الشمال لما تحط ايزي كمان مع جيوكيلاس مع ساكا ويعني انا ما كنتش حابب اوديجارد او ساكا كمان اتصاب واوديجارد اتصاب فهتلاقي ايزي جيوكيلاس قالوا النهارده صابت ساكا مش زي متوقع منها يعني بيقولوا انها اخف شويه بس برضو انت عندك دلوقتي البديل عندك اللي يطمنك عندك الولا دورمان عندك مالويكي تحت الولا نوانيري دوت لعيب كوره والله هو لعيب قوي والله انا كنتش عايز اوديجارد صح يبدا السيزون بس هو كابتن صح بقول لك ان انا كلمتك في الموضوع ده قلت لك الولا نوانيري دوت قلت لك هيبقى حلو قوي وهيبقى بالنسبه لي مفاجاه ولو والله اخد فرصته هيبقى جامد قوي بس فاهم هي بقى زي ما انت قلت هو الكابتن والقديم والراجل الكبير اللي هيلم الفرقه بس انت شايف بقى موضوع كلافيوري ده هل لويس كيلي كده خلاص يعني هو دكه رسمي اصل هو كان السنه اللي فاتت هو اللي معاه دكه دلوقتي هو كلافيوري الاساسي ماتشين ورا بعض انا كلافيوري هيفضل اساسي لحد ما حد من السيلد باك يتصاب لحد ما السيلد باكين يتصابوا سواء جابريال او سليبه او في ماتش قليل طب اللي فرق على السنه اللي فاتت ان هو شاف كلافيوري عايز يلعبه كان بيلعب في الدوري الايطالي عايز صغير لعيب عنده كوره انت بتشوف كلافيوري الماتش اللي لعبها السيزون اللي فات كان بيحط جوان ولمسته للكوره عاليه قوي قوي بس هو دي مره واحده السنه اللي فاتت كان كلافيوري جاهز عادي بس كان سكيلي بيلعب عليه اساسي حتى في ماتش ريال مدريد رايح جاي ماتش مهم لعبوا اساسي عليهم كلهم انا عايز اقول لك ان سكيلي ما لعبش برده في البري سيزون يعني كان متصاب ما بقول لك يعني ما لعبش فلما كلافيوري اخذ الفرصه فهو شافه يعني انا شفت برضو ان وايت بدا مع البري سيزون وقلت لك ان وايت هيلعب على تيمبر احنا بنشوف ان امبارح يعني الماتش اللي فات وايت بيتصاب تيمبر النهارده او امبارح يعني لعب انا حاسس ان تيمبر هيكمل هو تيمبر بقول لك يعني حاسس ان تيمبر خلاص هيرجع برضو زي ما هو كان اساسي السيزون اللي فات وهيلعب ممكن لو كلافيوري اصل كلافيوري برضو كان بيبدا هو وكيفيور بري سيزون يعني لما جاب لي الصف فكان بيبدا ما بداش بلوس سكيلي لعب بكيفيور وكلافيوري كان بيلعب بالنص ملعب سيلد باك ولما بيتبدل وبينزل سكيلي كان بيروح يعني ساعات على الوينج فاهم فهو دلوقتي هو يعني متارجت ان هو عايز يبيع كيفيور وعايز يبيع زينشينكو عايز يخلي لويس سكيلي وعايز يخلي كلافيوري عشان بيلعب كسيلد باك وبيلعب كليفت باك فهو عايز يلعب بيه اساسي ولو حصل لا قدر الله حد من الاتصاب من قلبين الدفاع فهو يقوم مدخله ويبقى رجله في الملعب فاهم فرقه شغاله يعني كويس صح فرقه جامده قوي يا رب تكمل على السيزون اللي فات ويبقوا مكملين وان شاء الله احنا النهارده اول دوري ما اعرفش بكره هيحصل ايه بس النهارده احنا اول دوري يا رب في الجوله 38 نبقى برضو اول دوري بنشوف النهارده يونايتد وفولهام يعني ماتش بتشوف ما اعرفش اليونايتد دي بالنسبه لي حاله لغز والله حاله لغز كبير قدام الارسنال بوم قدام فولهام
بس انا فعلا كده برضه قدام التوب 6 يكونوا فرقه كويسه، بس قدام الفرقه العاديه بقى من السيزون اللي فات مش عارف يظبطها كمان. قدام السيزون اللي فات كده يعني قدام التوب 6 كسبوا السيتي السنه اللي فاتت، وكان تقريبا تعادلوا مع الليفر، كان يكسبوا الليفر كمان، ومع تشيلسي برضه تقريبا تعادلوا مع تشيلسي. يعني انا شفت ان توتنهام اسمه ده اليونايتد السيزون اللي فات كان قدام السته الكبار كان عالي قوي، يجي مثلا قدام إبسويتش يعني لي قدام إبسويتش مش عارف يخسر لي من مين ويقعد يضيع، عارف انت هو مش كويس قدام الفرس، لسه امونين مش عارف يظبط الدنيا. ما ده بقى بالنسبه لي انك انت هتيجي بقى قدام الفرق اللي بتهاجمك والفرق الكبيره تبقى تعرف تلعبهم، قدام الفرق الصغيره مش المعربه ديت مش هتعرف. في الاول بالنسبه لي انت خلاص انت شكرا كانك كده مالكش لازمه. ايوه ده انت بقى انت مش عارف تكسب الفرق الكبيره الفرق الصغيره، وحتى الفرق الكبيره ما انت الفرق الكبيره بتلعب حلو بس بتكسب ماتش وتخسر ماتشين، تكسب ماتش وتخسر ماتشين، فدوت يعني في الاخر ولا اي حاجه. لو خسرت من توب 6 كسبت كله قشطه. دي حقيقه يعني. اقول لك هتبقى على الاقل بتنافس على مركز اوروبي، انما انت تلعب لي قدام ال10 ماتشات وسايب لي 28 ماتش. انت بتتكلم في ايه يا عم؟ لو حتى قدام الفرق الصغيره في ملعبك هتعرف تكسبهم وبره ملعبك هتلوس، فديت برضه بالنسبه لي عبط يعني عبط. فانا ما اعرفش اليونايتد دي نطلع بقى انت عارف ان هو ماتش انت تروح تقفل عليهم هيقفلوا عليك، هيفضلوا قاعدين بالاتوبيس ورا يلعبوا بالهجمات المرتده وخلاص. عنده صرف كتير قوي السنه، صرف كتير قوي، كل يوم يعمل صفقه من الذين مش اي حاجه. بتشوفه بيتعادل بيخسر اول ماتش بيتعادل تاني ماتش فانت كده تابين فرقتين يعني ايه نص جدول مش فرقتين عاليين. يا ريت نص جدول حتى اقل من تحت نص جدول كمان. يا عم هنمشي يعني إليتشي يعني إليتشي ديت كلاب الدوري الاسباني لسه متاهلين بقول لك يعني كلاب الدوري الاسباني، انما اسباني نص ملعب. انما انت مثلا لما تيجي بقى تلعب ريال بيتيس بقى ولا اشبيليا ولا مدريد ولا برشلونه فالنسيا كل الكلام دوت هتعمل ايه؟ انا بقول لك هو اعتقد لو فضل يعني هو لو ما جابش توب 4 السنه دي اعتقد هيمشي. هو المفروض يمشي نسبه كبيره يعني. جاب توب 4 جاب توب 6 جاب توب 8 المفروض يعني خلاص عايزين تحس والله اللعيبه زهقت يعني اللعيبه عايزه تجديد عايزه افكار جديده. اتلتيكو عايز حد يلعب كوره بيه. بس انت يا في الحاله انك عندك كل الامكانيات ديت وفي الاخر انك بتدافع وبتلعب على المرتده وجيب مركز ده احسن جاز ليك. ايوه صح يعني احسن يعني حتى الكاس تفس عليه. اخد دوري تقريبا يعني طول 13 سنه دول انا ما افتكرش ان اتلتيكو اخد دوري مره. 2 دوري بالظبط. الدوري ده في 14 والدوري بتاع كورونا. ايوه صح دوري كورونا ده ايوه صح لما جاب انه من ورا ومحدش كان متوقع ان هو ياخد الدوري. ايوه صح بس كده يعني 2 دوري في 13 سنه 2 دوري 2 فاينل ابطال يعني ايه بقى خدام منه دي بطوله يعني. اتفضل. انا شايف الصح انه سيميوني يعني اخر سيزون ليه المفروض بقى ويتكل على الله بقى. كفايه كده كارلوتشو كده كفايه. نيجي لبرشلونه واحنا بنحضر امبارح العاده المحليه بيقول لي الحق تعالى 2-0 انا جاي ببص 2-0 لقيت 2-1 رجع تاني 2-2 على طول ولا مش بقى 2-2. ساعتها قلت له برشلونه هتفضل متعادله لحد الدقيقه 90 ولا 89 وهيجيبوا المكسب اون جول يعني حتى عادي. السنه اللي فاتت هم بيعملوا كده نفس الطريقه نفس السيناريو ونفس كل حاجه. ريال مدريد هتلعب كمان شويه فاحنا مش هنقدر نتكلم على الريال. تعرف المشكله اللي اتفرجت على ملخص الماتش شوف بص هتلاقي في ليفانتي مضيع كميه كور انفرادات ومش اوف سايد مضيع كميه كور تحس اللعيبه خايفه ورايحه يعني. انا شايف والله العظيم ان فليك يعني لو فعلا الفرق الاسبانيه
والناس ديت لو فهمت وعرفت تظبط الاوفسايد تراب وتعلمها. خلي بالك هو تقريبا هو فهم خلاص. هو امبارح ليفانتي راح 7000 كوره بس الثقه بقى بيضيعوا كتير قوي. بيضيعوا كتير قوي. أيوه. كتير قوي يا جدعان، مش الكل ما تضيعش. يلا نسيبهم. هو بقى انا برشلونه فريق مرعب، فريق كبير، بس هيفضل بالطريقه ديت. الطريقه ديت مش بتاع بطولات. اخدت السنه اللي فاتت. اراوخو كوبارسي مش ينفعش مع بعض. اراوخو كوبارسي ما ينفعش مع بعض يا جماعه. نيجو فارق. نيجو فارق معاهم قوي 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 يعني. كتير قوي يعني الصراحه. فانا شايف ان الصراحه لو هتفضل بالطريقه ديت مع الفرق اللي هي اتلدقت منك بما فيه الكفايه السنه اللي فاتت، فانا شايف انك مش هتاخد بيهم بطوله الصراحه. ريال مدريد بأداء مخيب للأمل. أتمنى إن احنا لو نتفرج على الماتش دلوقتي أتمنى ريال مدريد إن شاء الله أحسن يعني. يبقى أحسن. عجبني موضوع فينيسيوس إن هو قاعد على الدكة، مرزوع على الدكة. يعني خلاص دلوقتي بقى مفيش بقى احنا كده مع انشيلوتي ضامن هبقى وحش هبقى كويس. سلام لو رودريجو يعمل ماتش عالمي بقى. سلام يجيب جونين كده. أتمنى إن فينيسيوس ما ينزلش الماتش دوت أصلا يعني خالص يعني. على حسب ده رودريجو بقى. ما بقول لك يعني اتمنى ان هو ما ينزلش ما نحتاجلهوش عشان يتعلم الادب. والله عشان يتعلم الادب ويتعلم بقى ان هو يحارب على مكانه ويرجع لفينيسيوس نسخه السنه اللي قبل اللي فاتت ان شاء الله. بس كده نبقى وصلنا لحد اخر عادتنا الاوروبيه. استنونا ان شاء الله الاثنين الجاي في عاده اوروبيه تانية. سلام.